أمك قواتي قصدي أم هاتن وك آلی کاری جبو هزی هندرین هزین آسایشه افروج ما 16 ام دناو اپراسیون دنه اپراسیون بردامه يعني قالك تجد نوا في اوبراسيون هذا ما درخستن جلين عسكري بو شنطين عسكري سلاح قوم بدست خستيها بون شرنج خابون مثلا بيسفينج هابون قلش هابون جرجوري سلاح هابون درماتش هابون في شكل اوبراسيون دوامه يعني نسكن يعني بركي بري انا جهات بيقولن خطريا في كامبيتش هابوك بومبكي وكان جي اب بومبا بتاقي نديارش بروي كي بيوستي اوبراسيون ابو بشكل دام كيش برجو جرك يعني بشكل كي جدي بكنترول كرن يعني هناك تونالي واي بنعرض هنا تشتين جوبي مثلا انسان تهديد كرن دفرده انسان اشكنجت كرن چنكز دفرده هات رزگار كرن جن هات رزگار كرن بروي كي مثلا جرك اوبراسيون ما بشكل كي هدي درباس بين شبو حكميته كنترول هبي هدفك ابو او هدف يعني جوري بالجيج مرات قوتن چند کسی سلاح لی هنه سروی اساسی اموک گروپا کی ام بچن واحد دفعه بگرن ابو سه کسی سلاح لی بون یک دو جوان کسای یک هاتا کشتن يعني دوی انجام ده حوالی می قصد شهید کتن تاني دور ده ام بسکن نا هنجی دامه گوری بلگه این گروپا کدی هست جبو طول هلدانا و حوالی ما هلوسته ما دیارن يعني نتاني جبو الهمبري داعش نا تا اوبراسيون ما جبو سيخورين ميتيجي عيني تشتا جبو سيخورين داعش عيني تشتا يعني حتى جو ام النفس هروري الهمبري فان صانا امي البرخبدن الهمبري فان صانا امي شربكن والهمبري فان صانا هالوسته ما أوى. نحن المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن ضمن المخيم الهول عم نعمل عملية التمشيط لوجود الإرهاب اللي خطروا على العالم وعلى بسبب التطرف بالدين. ضمن عملنا أكثر شيء كنا حريصين على المدني وسلامة المدني ضمن التخريبات اللي داعش الموجودة هون ضمن وضع درع المدني أمامنا على العمل على أساس هذا أخذنا تدبير كافي من أجل هالموضوع. أهداف الداعش اللي عم تخطط مع تركيا ضمن زعزعة أمن المنطقة انطلقت الحملة الثانية ضمن التطهير الكامل شبه كامل أم نقول أنه على المخيم الهول مستمرين بعض الأوكار الموجودة فيها بعض الخنادق بعض السلاح الذي يوجد ضمن المخيم وضمن الأكثر شيء كانوا يتركزوا على فئة الأطفال اللي عمرهم 15 و 13 سنة. أكثر شيء عم تركزوا ما يسموه بأشبال الخلافة. أكثر شيء عم يعملوا على التجنيد هذا عشان يضلوا يحاربوا ضمن حملة الإنسانية والأمن. امبارح كان معنا رفاق استشهدوا واليوم نحن مكملين على خطاهم. الطريق الذي رسموه أمامنا ما راح نتركه وكل المخططات على سواء المرتزقة داعش والمرتزقة تركيا وتركيا أهداف تركيا على المنطقة بشكل عام زعزعة أمن المنطقة سنكمل على خطاء شهدائنا حتى تحقيق النصر للشعب وللإنسانية بشكل عام. ضمن المخططات تركيا وداعش على المنطقة وبالخاص المخيم الهول زي زعزعة أمن المنطقة ووضع المخيم الهول كدولة مصغرة لما تسمى بالدولة الإسلامية ما تدعيه الفكر المتطرف وتركيا على رأسها. سنحقق النصر في هذا المجال وسندحرك كل إرهابي على ضمن المنطقة وضمن العالم بشكل عام حتى تحقيق الحرية للشعب والعالم. هون صار في خطر وتغيير فكر الأطفال إلى فكر متطرف متشدد. تحصين داعش ضمن المخيم تم القضاء عليه ضمن الفيز الخامس. استشهد رفيقان ضمن تمشيطنا للفيز ضمن تم قتل عدد منهم ومسك عدد منهم وضمن عشقنا وحبنا لحب الإنسانية والحرية والديمقراطية على فكر القائد تم مجيئنا لتحرير بعض الأوكار الإرهابية تحصنت ضمن
المخيم اللي هو للدعم من تركيا لتحقيق الحياة الحرة والآمنة للمدني